ازاي بدأت في شهر 3 وجبت 94% ودخلت كلية الطب؟ ده عنوان فيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هكلمكم عن الفيديو اللي اتطلب لما عملت استطلاع رأي في المنتدى. معلش ما كنتش عارف انزل فيديوهات الفترة اللي فاتت دي بسبب ان كان ورايا فاينل في الكلية فما عرفتش انزل. ما علينا. موضوع يا جماعة ان بدأت في شهر 3، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هو حقيقي من ناحية إني بدأت جد، إنما هل ما كنتش أعرف حرف من أول 8 ل3؟ أكيد لأ. كل الناس حاسة بتقصير دلوقتي، كل الناس متراكم عليها، كل الناس حاسة إن الوقت بيجري. أنا كان متراكم عليا بلاوي في الوقت ده. يعني إحنا دلوقتي تقريبا النهاردة 14/1. أنا بتكلم عن شهر 3 اللي هو كان أكتر من كده بشهر ونص تقريبا. فالفكرة في إيه بقى؟ الفكرة ان كان متراكم عليا كتير جدا، وقلت لكم قبل كده ازاي لميت المتراكم عن طريق ان خدت الفترة دي اونلاين وذاكرت جزء من القديم مع جزء من الجديد، وكان روتين اني بصحى مثلا من 4 الفجر واذاكر لحد بالليل تقريبا، كان كل اليوم مذاكرة. ما علينا. ما علينا. المهم يا جماعة، في شهر 3 كان شهر تغيير المسار بكل أمان، اللي هو الشعور بالذنب. أنا أصلا طول الثانوية العامة حاسس بالذنب، وبعد ما الثانوية العامة خلصت وبقيت في الجامعة وبمتحن حاسس بالذنب. حتة انك تحس بالتقصير دي هتفضل ملازماك الثانوية العامة كلها. فانا هقولك النهاردة انت تعمل ايه في الفترة دي وتتعامل ازاي مع اللي جاي. هقولك اهو. اول حاجة، لما تيجي تذاكر الفترة دي لازما تكون اونلاين. ما ينزلش سنتر في الفترة دي الا واحد مش متراكم عليه حاجة او متراكم عليه اجزاء قليلة. انما واحد ضايع ما يعرفش حاجة، الدنيا بايظة معاه، يلحق. يلحق بس بشرط انه ياخد الفترة دي اونلاين. اصل صاحبتي، اصل بنت عمتي بيقولوا لي الاونلاين هيضيعك. مفيش كلام من ده يا جماعة، وكل واحد ودماغه. يعني الكورسات في الجامعة، الناس اللي بتاخد كورسات كلها اونلاين. شرح الجامعة أنا واحد من الناس ما بنزلش الكلية خالص، سكاشن بس، عشان السكاشن هي اللي عليها درجات. إنما المحاضرات ما نزلتش ولا محاضرة. يعني في الترم كله تقريبا، احنا نخلص الترم اهو، نزلت 3 محاضرات تقريبا أو حاجة. طب أمال بذاكر إزاي؟ بسمع المحاضرات بتتسجل فويسات وبسمعها، وبعد ما أسمعها أكتب وراها عادي أو بشوف فيديوهات يوتيوب. هل ضعت وهل الدنيا باظت؟ هو بالنسبة للكلية معايا يعني، فالدنيا ما كانتش ألطف حاجة، لأن من ساعة ما دخلت الكلية دي والمشاكل نازلة فوق دماغي ورا بعضها. فما علينا، سيبكم مني أنا دلوقتي، نخلينا فيكم الناس اللي هتبتدي. هقول لك بقى تبدأ إزاي، هديك الخيط وأنت تكمل. هقول لك تعمل إيه. أول حاجة، هنقسمها 3 فئات: فئة متوسطة، فئة ممتازة، فئة ما يعرفوش حاجة وعلى الله خالص. الفئة اللي على الله خالص دي نبتدي بيها. الفئة اللي على الله خالص وما يعرفوش حاجة، الناس دي تاخد اونلاين. غير كده انت بتضيع. ليه بقى؟ لانك هتنزل سناتر، هتضيع وقت، ما انتش فاهم اللي فات وما تعرفش حاجة في اللي فات، يبقى ما انتش هتفهم حاجة في اللي جاي. بص، في مواد معتمدة، البيبان بتاعتها معتمدة على بعض. يعني الباب الأول مثلا معتمد على التاني وهكذا. يعني مثلا الفيزياء التاني معتمد على التالت، والحديثة كل فصل ملوش علاقة بالتاني، والأول له علاقة شوية بالرابع وبعضه بالتاني، اللي هو بسيط يعني. فهل الفيزياء دلوقتي لو انت ضايع، هل ما تقدرش تبدأ حديثة؟ تقدر تبدأ حديثة. على فكرة أنا الفيديو ده برضه يعتبر هرد على كل أسئلتكم يعني. الناس اللي حابة تبدأ عضوية بدري، ما تبدأش عضوية بدري، لأن العضوية هتضيع وقتك، وغير كده هتتنسى. لأن العضوية مهما ذاكرت فيها هتنساها برضه. فدي نصيحة ليك، اوعى تبدأ عضوية من دلوقتي. خلي العضوية دي في الآخر وابدأ كيمياء عادية. هنقسم الكيمياء مثلا. الكيمياء انت عندك الباب الأول 5 دروس على ما افتكر، 3 سهلين، والحديد كان درسين رخم شوية. تمام، ادي حاجة. ده تبتدي بيه لو انت ضايع خالص، بس يكون اونلاين لان السنتر هيضيع وقت. تسمع مين؟ هقول للمرة المليار: ارتياحنا كنور كان مع مستر عبد الله الحبشي.
انت ممكن ترتاح عادي مع مستر خالد صقر، ممكن ترتاح عادي مع مستر محمد عبد الجواد. مش شرط اللي انا فهمت منه انت تفهم منه. يا عم انت بتقول ان استاذ عبد الله الحبيشة ده احسن حد كيمياء على اليوتيوب. بالنسبه لي انا شايف كده، انت بقى مش شايف كده. واحد ممكن يفهم من عبد الله الحبشي، واحد طبعا مع حفظ الالقاب، واحد ممكن يفهم من خالد صقر، واحد ممكن يفهم من عبد الجواد، عادي جدا. واحد ممكن يروح يسيب التلاتة ويروح لاستاذ محمد حامد، عادي جدا. فكل واحد ودماغه. انا لو بنصحك كدماغ انا وشايف من وجهة نظر انه الافضل هو دكتور عبد الله الحبشي. تمام، نسيبنا من نقطة الجدل دي ملناش دعوة بيها. تاني باب، هو بالنسبة لي كان أرخم باب في الكيمياء، وهو الباب الوحيد اللي مستحيل تكون ما واجهتش فيه صعوبات في الحل. أنا فاكر الباب ده كويس أوي، كان 5 دروس، وآخر درسين دول كانوا المسائل دول كانوا سهلين. إنما الفكرة كلهم في أول 3 دروس فيه كانوا رخيمين وأرخم من الرخام. اللي هو تقريبا كان الكشف عن الأنيونات والكاتيونات، دي كانت دروس ما بطيقهاش، مفيش بيني وبينها عمار كده من البداية لحد آخر شهر. لو انت الباب التاني حليت عليه بسرعة فانت حاجة من اتنين: يا اما ما شاء الله عليك، يا اما بتستهبل او في حاجة غلط. ما علينا. الباب التالت باب سهل، هو مليان بس باب سهل. الباب الرابع انصحك، تقريبا كان افضل حد فيه مستر خالد، كان مستر خالد صقر تقريبا، بأمانة ربنا يعني. واستاذ محمد عبد الجواد كان منزل يلا نكهرب الكهربية تقريبا، ما حبيتش الشرح. استاذ خالد صقر كان تقريبا شرح برضه الباب الرابع فعجبني شرحه. استاذ عبد الله الحبشي ما عجبنيش خالص في الباب الرابع. ممكن قبل كده اكون قلت حاجة خلاف كده، بس ده اللي انا فاكره يعني، متأكد منه ان شاء الله. العضوية، افتح اي بوست على الفيس، ابدأ عضوية مع مستر خالد صقر، ابدأ عضوية مع مستر محمد عبد الجواد، ومش هيجيبوا سيرة الدكتور عبد الله الحبشي. فماليش علاقة بالنقطة دي. وهقول لك العضوية تراكمية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو وقع منك حتة قد كده اهو الباقي كله ضاع، وبتتنسى بسرعة. محتاج تراجع عليه مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. الباب الرابع عايز تخلص منه وتقفله على ضمانتنا، حل فيه كتير، حل فيه بغباء، ده اكتر باب محتاج حل. طب والعضوية حل فيها كتير بس سيبها للآخر، لأنها كده كده هتذاكرها هتتنسى. بس إيه الفرق؟ طب أنا دلوقتي بذاكر ليه؟ ما اللي أنا هذاكره هنساه. أقول لك حاجة، أنا دلوقتي مثلا في الكلية، فاللي هو ممكن أذاكر وأنسى عادي. بس الفكر إنك لما تسمع الحاجة من أول مرة مش زي ما تسمعها من المرة الخامسة. لما هتسمعها من المرة الخامسة وأنت ناسيها هتفتكر بسرعة. سمعه قبل كده، عندك فكرة عنه. انما ان دلوقتي كان في جمله اسمها انعاش قلب رئوي، خدناها في ثالثه ثانوي. لما اقول لك كارديو بولمونري ريسوسيكيشن، فانت تبص لي كده اقول لك سمعها لي دلوقتي. هو انا لحقت احفظها؟ ده طبعا لو حد ما يعرفهاش يعني. فهي الفكره في كده. انما لو انت مراجع عليها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وناسيها، وانا قلتها قدامك مره، هتقرها في سنه. هو دي الفكرة. فانت بتذاكر الحاجة كتير عشان تريحك قدام. لما انت كانوا بيقولوا دايما ما تراكمش ما تراكمش ما تراكمش، وانا ما سمعتش الكلام. كانت فايدة النصيحة دي ايه؟ الفايدة الوحيدة من النصيحة دي انها هتريحك قدام، وهتخليك مش محتاج اي حاجة. اللي انت ذاكرته وما راكمتوش تحس انك ناسيه قدام، بس هتيجي بكل سهولة تفتكره وتذاكره وتبقى مية مية فيه. تمام؟ تمام. ده بالنسبة للكيمياء. الفيزياء باب تاني وتالت معتمدين على بعض. هقول حاجة ويا رب الناس تصدقني فيها. بص، أستاذ محمود مجدي، أستاذ محمد عبد الجواد، دكتور قرلس، التلاتة فوق دماغي والله العظيم. بس أنا هتكلم في نقطة معينة. أنا ما بعرفش أحل فيزياء. النقطة دي أنا ممكن أقول رأيي فيها، ولو قلت رأيي فيها ناس كتير هيستغربوا ويقولوا هو الشخص اللي بيتكلم ده عاقل؟
ومستوعب اللي هو بيقوله ولا لأ، وهتكون لو اتشيرت أكبر نقطة جدلية تقريبا في ثانوية عامة. إيه هي النقطة دي؟ هقولك إن أكتر حد تحل وراه فيزياء أسئلة وما تغلطش واسمع مني وجرب، انت مش خسران حاجة، هو دكتور كورلوس. انت عبيط يا ابني؟ عايز تقنعني ان دكتور كورلوس احسن من مستر محمد عبد المعبود واحسن من مستر محبوب مجدي؟ ما قلتش احسن، ما قلتش احسن. بالنسبة لي الاحسن فيهم والاعلى في الدماغ هو مستر محمد عبد المعبود، انما الشرح السلس اللي يخليك تحل وراه وفي طريقة الشرح بيكون لملك كل افكار الحل هو دكتور كورلوس. عايز تتأكد من كلامي؟ تعال نجرب عمل. تجرب عمل ازاي؟ نقي اي درس عنك، اي درس، بس يكون درس واحد، اسمعوا من ده واسمعوا من ده واسمعوا من ده وراه، ان اكتر حد هتحل وراه باجابات باقل عدد اخطاء هو دكتور كولوس. الراجل ده عبقري على فكرة، هو يبان صغير وناس كتير اتريقت عليه قبل كده، بس هو عبقري بإرادتك غصب عنك، شايف كده مش شايف كده، الراجل حقق نجاح وكلهم يعني كلهم فوق دماغنا بإرادتك برضه أو غصب عنك. اللي ما يحترمش الناس دي اللي هم أصلا بيحاولوا يساعدوه في ثانوية عامة وبيتريقوا عليه كمان، ده شخص ما شافش بربع جنيه تربية يعني. ما علينا، دي مثلا كيمياء وفيزياء، ولو قعدت اتكلم كتير فالدنيا هتضيع مننا، فانا هحاول ايه الم الليله برضه عشان اسيبكم تذاكروا. بالنسبه انا عملت ايه في شهر 3 عشان الم الدنيا؟ اول خطوه خدت اونلاين، جبت ورقه كتبت فيها انا متراكم عليا 1 2 3. كان متراكم عليا تقريبا 4 ابواب جيولوجيا تقريبا، كنت في الضياع. 4 ابواب جيولوجيا، كان متراكم عليا تقريبا فصلين احياء، كان مطاقم عليا تقريبا المادة الوحيدة اللي ما رقمتهاش هي الكيمياء، عشان كان أستاذ عبد الله الحبشي بينزل كل يوم. وبرضه في سؤال للناس اللي بتسأل عن أستاذ عبد الله الحبشي، فهو بينزل الشرح اللي على اليوتيوب بأمانة ربنا، يعني الشرح اللي على اليوتيوب هو بالنص اللي على المنصة. الفرق كان في كمية الحل، تقريبا كان على سنتنا بيحل 7 كتب. فالفكرة في ايه؟ ان السنة دي بيقولوا بينزل الشرح بوش، فهو دي الاختلاف. بس دي السؤال اتسألت فيه اكتر من مرة. طب تمام، اول حاجة خدت اونلاين، تاني حاجة حددت المتراكم عليا ايه، تالت حاجة خدت خطوة اللي هو مش هراكم جديد. مهما تراكم من قديم فانا مش هراكم الجديد، يعني ما بقاش ضيعت القديم وكمان هضيع الجديد، لا انا كده ابقى بستهبل. فالناس دلوقتي يذاكروا الجديد كويس والقديم يجيبوه واحدة واحدة. طب احنا كنا بنتكلم في الفئة اللي هم ميح خالص ما يعرفوش حاجة على الابيض، فالناس دي انت هتاخد دلوقتي اونلاين. بعد ما خدت اونلاين تعمل ايه بقى؟ انت ما تعرفش حاجة خالص، خد لك كل يوم درس من القديم. هتقولي طب واخد درس من الجديد ازاي وانا ما اعرفش حاجة خالص؟ بص مثلا، كل درس انت دلوقتي مثلا الباب الاول كيمياء الدرس الاول ذاكرته، طب وهما في الباب التالت، الباب التالت ملوش علاقة بالتاني، طب هما في الدرس التالت مثلا فيه وفاتك درسين، قدامك حل من اتنين، يا تسمع اول درسين في الجديد وتلم مع التالت، يا تسيب التالت يخلص وتبدأ من الرابع. هو ده الحل. تمام تمام، خد لك بالوضع ده. طب تعمل ايه بقى؟ هتنام الساعة 10، انت بقى هتاخدها جد وعايز توصل لكلية طبية، غير كده خش نام بقى وما تذاكرش وما تفتحش كتاب وضيع مستقبلك. هتنام الساعة 10، تصحى الفجر، تصلي الفجر، خلصت صلاة، ابتدي يومك ويومك كله ادي للمذاكرة 45 دقيقة، والربع ساعة ممكن تريح دماغك فيهم من المذاكرة. 45 دقيقة هيكونوا كافيين جدا انك تسمع شرح. عادي سرع على 1.5 عادي جدا، ما تسرعش على 2. 2 دي تسرعها ليالي الامتحانات، انما 1.5 كفاية اوي. ويا ريت يعني لو معاك وقت ما تسرعش خالص لو انت هتذاكر اليوم كله بما يرضي الله.
لو فضلت على الوضع ده شهرين، في بداية 5 تقريبا هتبقى بداية المراجعات الجد يعني، فهتكون لميت الدنيا. أنا أوعدك، أنا امشي بالطريقة اللي أنا بقولك عليها دي وهتكون لميت الدنيا. إيه تاني؟ الفئة المتوسطة اللي هم ذاكروا بس راكموا حاجات، هياخدوا اونلاين ولا سنتر؟ على حسب. لو السنتر بيضيع وقتك جامد قوي فانت تاخد اونلاين افضل. لو السنتر مثلا جنبك، او ممكن تعمل فكرة حلوة، تاخد مثلا نص المواد سنتر ونص المواد اونلاين، واللي تاخده سنتر يكون الدروس اللي مش بتضيع وقتك، او الدروس اللي مدرسها شاطر قوي يعني. بس كده هتمشي برضو بنفس النظام. تصحى الفجر، تنام الساعة 10، وتقوم تاخد جزء من القديم مع جزء من الجديد. طب الناس اللي مذاكرة كله، اوعى تتغر، اوعى تتغر، اوعى تتغر، اوعى تتغر. معنى ايه؟ مفيش حاجة واقفة عليا، انا مية مية، انا وصلت للقمة. طول ما انت بتقول انك نجحت وواصل لنقطة من النجاح، يبقى انت لسه ما نجحتش، وهتقع. لا. طب ما انت ممكن تقول لنفسك انا لحد دلوقتي الحمد لله مش مراقب حاجة ومذاكر الجديد. اللي يمنع انك تمسك باب تراجع؟ اللي يمنع انك تحل كتير على القديم؟ اللي يمنع انك تحل وتفكر نفسك بالقديم؟ اللي يمنع انك تجيب مثلا باب من هنا وباب من هنا؟ مش هياخدوا معاك وقت، وتبقى بتأكد معلوماتك وتنافس على مركز جمهورية كمان. اللي يمنع انك تقول مش معنى انك مش مراقب حاجة بقى تعمل كل اللي نفسك فيه، لا. انت مش مراقب حاجة، احلم اكتر. انا مش مراقب حاجة وربنا اداني فرصة مش عطاها لناس كتير. ناس كتير بتعيط دلوقتي ويقولك انا حلمي ضاع. ناس كتير بتقولك دلوقتي انا مراكمة بلاء. فانت مش مراكم، فاستغل الفرصة دي وعلي من سقف طموحك انك ترتب جمهورية. عادي جدا، سهل جدا توصل لها طالما انت مش مراكم حاجة. هي دي الفكرة يا جماعة. انا عملت ايه بقى عشان النقطة دي انا بخرج منها كتير؟ خدت اونلاين، جبت ورقة كتبت فيها اللي متراكم عليا، وعملت فكرة ممكن الناس تشوفها هبل بس انا هقول لك يعني. جبت مثلا إيه، المدرسين اللي انا هتابع معاهم، كتبتهم في ورقة. انا هسمع مثلا استاذ محمد عبد معبود، هسمع استاذ عبد الله الحبشي، هسمع بسطتها لك، هسمع الموسوعة، هسمع كذا، هسمع كذا، هسمع كذا. وجبت المتراكم عليا من بره كده في القناة، شفت المتراكم عليا دي كام ساعة. المتراكم عليا مثلا حوالي 70 ساعة بالفرق، 100 ساعة. 100 ساعة، وانا كنت في شهر 3، عايز اخلص في 5، يبقى بقى شهرين ب60، واقسم 100 على 60. طب انت لو خدت اونلاين معاك اليوم، معاك 24 ساعة، بتنام 8 ساعات، قول ضيعت 12 ساعة، يبقى معاك 12. بلاش دي اللي انت بتذاكره. بعدت انت عن الطريقة دي وقلت ايه مش هوتر نفسي. على العموم يا جماعة، هي عمرها ما توصل 300 ساعة، عمرها مستحيل. مستحيل. الدنيا بايظة معاك هسرع على 1.5، هتلاقي الأمور بتمشي وعادي جدا تلم المتراكم. عادي جدا. وانت استغل نقاط ذكائك. وذكائك ايه عشان تقدر تتفوق ازاي؟ انا مثلا دلوقتي بسمع الشرح، في ناس ممكن تسمع الشرح لو فهمته حلو قوي تذاكره بكل سهولة، فالمذاكرة هتبقى بالنسبة لك خفيفة. تحفظ قوانين، تحفظ حاجات. على فكرة يا جماعة، كتيب المفاهيم هيسهل عليكم بلاوي. دخلني بنت أول امبارح بنوتة كده قالت لي إيه هو كتيب المفاهيم فعلا بنستفاد منه؟ أصل ابن خالتي قال لي إن ما بنستفادش من كتيب المفاهيم ده. نعم. ما بتستفاديش منه ازاي؟ اقسم بالله العظيم انا مطلع من كتيب المفاهيم ده اسئله بالهبل 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 والله. بس انا كنت بشتغل على ايه؟ كنت اشوف كتيب المفاهيم ده اللي هو غالبا هتبقوا زينا، واشوف الجزء الناقص فيه. اصل كانوا بيجيبوا كتيب المفاهيم ملهولك يعتبر حاطط لك المنهج كله، وكان الشك بيبقى عندي في الجزء الناقص ان ده اكتر جزء هيجي عليه اسئله. فجبت الجزء الناقص، كتبته من الكتب بقى وكده، ومن كتب المدرسة القديمة. كتبت الجزء الناقص في كشاكيل، وحفظت الجزء الناقص ده صم، اصل مش هيبقى معاه في الامتحان.
مش اوبن بوك. هو اوبن بوك في كتيب المفاهيم، انما التاني مش معايا، يبقى اعمل فيه ايه بقى؟ اعتمد عليه في الحفظ، اجي افتح كتيب المفاهيم ما الاقيهوش؟ لا، ده انا لازم اتعامل بذكاء. كتبت الجزء اللي مش موجود في كتيب المفاهيم، بعد ما كتبت الجزء اللي مش مكتوب في كتيب المفاهيم حفظته زي اسم، دخلت الامتحان. اللي انا حافظه طبعا هجاوبه في ثانية، واللي معتمد عليه في كتيب المفاهيم انا كنت طبعا عن كتيب المفاهيم دي نازل لنا PDF، فلازم تقرأ فيه أكتر من مرة عشان تبقى عارف أماكن الحاجة اللي أنت عايزها، مثلا مكان الباب الرابع الجزئية كذا، فيبقى معاك الكتيب يعني، فتبقى عارف الدنيا. فاهمني؟ انما لو انت اول مره بتبص في الكتيب هتقعد تقلب يمين وشمال، ودي مكانها فين ودي مكانها فين، الوقت ضايع. فهي الفكره في كده. فالمهم، بعد ما كتبت كل حاجة قلت خلاص أنا مش هراكم جديد. فعلا كنت ماشي كويس أوي في الجديد، وبدأت مع الوقت شهر ونص تقريبا، شهرين، كنت لامم القديم كله. جت المراجعة. جت المراجعة القديمة اللي لميته. لو انت دخلت، انا بكلمك بكل امانة عشان انا الكلام اللي هقوله انا مش هعشمك زي كل الناس اللي هما بيبقى قبل الامتحان باسبوع ويقولك تلحق تلم المنهج لو انت مش عارف حرف. ده واحد بيشتغلك وبيضحك عليك وشايفك عبيط، لا مؤاخذة في الكلمة يعني. انت دلوقتي بكل امانة دخلت المراجعة، بس مش بداية المراجعة. مش بداية المراجعة. تلاقي المدرسين في بداية المراجعات اللي هما واحدة واحدة عشان ما تسيبش الدروس وتقعد. غالبا المراجعة الجد هتبقى في شهر 5. طب انت مقلق وقلقان، انت دلوقتي في شهر، الفكرة انك في نص واحد، فالدنيا لسه حلوة معاك، انت في نص واحد. هما بدأوا مراجعة في 3 مثلا، او في نص 3 بتبقى كده غالبا. عادي، اركن اول نص شهر في المراجعة. تركنه بمعنى ايه؟ اركنه، سيبك منه خالص. انت طالما بتلم في المتراكم فما تشغلش دماغك بجزء المراجعة دي دلوقتي. لميت المتراكم مثلا في اول 4، تمام. متراكم عليك كام محاضرة في المراجعة بقى؟ وليكن 6 حصص، اصل هما بيبقوا انت فايتك نص شهر بس، ففي النص شهر ده اكيد يعني ما نزلكش 1000 حصة، هما 6 مثلا، هتلم الدنيا بسرعة. طب ما انا خايف من، انت خايف من ايه؟ انت خلاص لميت المتراكم ولميت الجديد ورايح تراجع دلوقتي. المراجعة دي فايدتها ايه؟ فايدتها انها هتلم لك الحاجات اللي انت لميتها في المتراكم. لميتها انت، اللي هو لميت المتراكم اللي عليك، المراجعة كملت لك اللمة وعملتها لك كبسولة صغيرة، عرفتك المهم مش من المهم. بتحل أسئلة أكتر، رجعت على الباب الأول بتحل عليه أسئلة كتير، رجعت على الباب التاني وأنت أصلا كنت مذاكره لما لميت المتراكم، فالدنيا تبدأ تسهل معاك. المراجعة طول ما هي شغالة، طول ما أنت دماغك بقى دي صاحية، الوقت ده أصلا أنت هتكون مستحيل تضيع في وقت، لأنك بتبقى خايف على كل دقيقة أصلا، فالدنيا هتبقى حلوة معاك. فاللي هو هتبقى لميت الدنيا كلها. فأنا لميت كل حاجة من أول 3 لبداية 5، كانوا خلصوا جزء كبير في المراجعة على فكرة. كنت أضعف مادة فيها الجيولوجيا، كنت جاي مشترك مع جيو ماجد إمام تقريبا في آخر شهرين ولا حاجة. قمت جاي برضه لامم. أنا خلاص لميت المتراكم، بدأت بقى ألم في المراجعات. أنا مذاكر ده خلاص، أنا مذاكر الباب الأول وفارمه. كيمياء مثلا عشان بحب الكيمياء، كيمياء مثلا أنا لامم الباب الأول وفارمه في الكيمياء. خلاص أنا لامم الباب الأول وفارمه في الكيمياء، أشوف بقى المراجعة بتاعته. طب انا لو ما شفتش المراجعه ده هيأثر عليا؟ هو بتلم لك الدنيا، انما طالما انت خلاص مذاكر، بس بيبقى في ايه؟ بعض الزيادات. تلاقي زياده في سؤال، في فكره. يعني كتاب الامتحان السنه اللي فاتت بتاع الفيزياء نزل فكره كانت جديده يعني، كان ما جاتش في الامتحان بس كانت جديده، دي فكره مشابهه لها تقريبا. فاللي هو ايه؟ بتزيد خبره، بتلم لك الدنيا اكتر. بدل ما انت فاهمه مثلا بنسبة 80%، لا المراجعة تخليها لك 100%. بس هي دي الليلة كلها. فلو بدأت الثانية ده تلحق، والله العظيم تلحق، اقسم بالله العظيم تلحق. النهاردة 13 واحد، لان انا اختي بكرة في اولى ثانوي، ربنا يوفقها يا رب، امتحانها 14 واحد. انت لسه في نص واحد، معاك حوالي مثلا، قول يا عم هتلم الدنيا دي كلها في شهرين ونص، يبقى بداية 4.
تبدأ فيها مراجعة معاك شهرين تقريبا ولا 3 شهور أو شهرين ونص، ده انت تخش باشا، ده انت تخش مفيش حد زيك، ده انت تخش ملك، مفيش ملك الا الله طبعا، تخش برنس والله العظيم، تبقى لميت الدنيا وممكن تطلع اول جمهورية كمان. بس الفكرة انك تبدأ، الفكرة انك تبدأ. انت انا خايف مش هجيب مجموع، حلم اهلي، حلم ابويا، حلم امي، طب ما تبدأ، طب ما تبدأ، ما انت قاعد تقول ابويا وامي وخالتي وعمتي وستي، طب ما تبدأ. هو يعني انت لما تبقى قاعد النجاح هيجي لك من حيث لا تدري يعني؟ ما هو النجاح عمره ما هيجي لك الا اذا ذاكرت. هي بالظبط عامله زي ايه يا جماعه؟ واحد قاعد من غير شغل ومستني بقى الفلوس والعربيات والفلل تجيله لحد رجله، عمرها ما هتجيلك، عمرها ما هتجيلك اذا انت ما سعتش، عمرها ما هتجيلك. وان ليس للانسان الا ما سعى. انت قاعد ما بتذاكرش، ما بتعملش، معتمد مثلا انك ممكن تقول ادرش، ماشي ادرش، هخش بالتليفون وهفتح تليجرام. عملوها السنة اللي فاتت وأجدع واحد فيهم جاب 70%. إجابات التليجرام دي أصلا أكتر حاجة عقدتنا. أنا كنت بطلع راجع من التليجرام هوبا أنا شلت المادة. أنا أقول لنفسي كده. الامتحان الوحيد بأمانة اللي كان أكتر من 77، كانت العربي 80 سؤال تقريبا، لا كان 60 سؤال، كان أكتر من 57 سؤال صح في امتحان العربي. امتحان الأحياء على التليجرام تقريبا في أكتر من 25 سؤال محلول غلط. فاللي هو أصلا نصيحة مني ليك، ما تراجعش من أي وسيلة تليجرام بعد الامتحانات. اللي تراجع منه بيكونوا مدرسين كويسين، وما تراجعش في العربي ولا الأحياء، نصيحة يعني لوجه الله. الباقي 1+1=2، إنما عربي وأحياء بيبقى فيهم جدل كتير، فهتتعب دماغك وهترهق تفكيرك والدنيا هتبوظ معاك. استمتع بأجازتك، ما تغلطش غلطتي. المهم يا جماعة، فانت والله العظيم تلحق، بس انت ابتدي، ابتدي من اي حتة، من اي سطر، من اي نقطة، من اي باب. انا مش هذاكر الا لما استخدم القلم الماركر او الهايلايتر بتاعي، اصل المكتب شكله مش كويس، اصل الكتاب ده مش عاجبني، اصل انا عايز اشتري ملخص واتنين وتلاتة واربعة، اصل ابن جدتي بيحل 70 كتاب، انا شفته بيحل 70 كتاب، اصل صاحبي بيحل 18 كتاب. مش بكمية الحل، بالكيف وليس بالكم. انت دلوقتي لو مذاكر كتاب وفاهم كل افكاره احسن من واحد جايب كتابين والافكار ضايعه في دماغه كده متشتته. فهي مش بكميه الحل، والله والله والله. انا الكيمياء حليت فيها كتاب الوقف وفي الاخر تقريبا بقيت يلا شويه كده وخلاص احل التجريبي. والامتحان الوحيد اللي ما حلتش التجريبي بتاعه هو كتاب الامتحان بتاع الاحياء، وجت فكره منه، فاكرها كانت مفصل ولا غضروف، فاكرها ومني لله والله، انا مني لله اني ما بصيتش فيها، استقلت بيها بامانه وقلت الاحياء ده اخر يوم والله ما انا مذاكرها. ذاكرت فيها تقريبا يوم، كان عطيلة فيها تقريبا يومين ولا حاجه فاصل او حاجه زي كده يعني، وما ذاكرتهاش، ما ذاكرتهاش غير ليله واحده. حتى ليا مستر بحبه اسمه مستر احمد السعيد يعني، فكلمني قال لي مش هتضيع الدنيا عشان اخر حاجه وذاكر، فذاكرت اليوم ده عشان خاطره يعني، انما الباقي ما ذاكرتوش. ما علينا. فانا بقول لك اهو، والله 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 هتبتدي هتلحق، هتجيب مجموع وتوصل لكليه طبيه عادي جدا، بس تجدد نيتك مع ربنا. انا هبتدي النهارده، يبقى انا هبتدي النهارده، هذاكر النهارده يبقى انا هذاكر النهارده. يلا ابتدي من اللحظه دي، من الثانيه اللي هتشوف فيها الفيديو، من الثانيه اللي هتشوف فيها الفيديو ابتدي. ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.